من أستاذي عبد المنعم أنا ما أستحقه بالتأكيد. وشهادتك أيضا. أنا أتذكر كلمة كلش مصدق بيها أو دائما أقولها، أقول يعني أغار من الجزء الصادق أو اللي يوصل لي واللي أنا صدقت به من الحسين أو من علي بن أبي طالب عليهم السلام. الحسين قالوا هل إلا الموت ألا أهلا به، يعني هم أشهدوا. يعني حقيقة قبل سنتين نشرت مقالة في كتابات ومشهورة الدعوة من الدعوة إلى السلطة. انتهى الموضوع من التهديدات إلى أنه راحوا زاروا أهلي بالديوانية وقعدوا حزب الدعوة وقالوا ما نشرب شايكم لأن ابنكم هيك كاتب علينا، واتصلوا بي أنا أصغر واحد بالعائلة، واتصلوا بي قالوا أنت خزيت. قلت والله أنا ما مسوي عار، كتبت مقالة سياسية وهم زايريكم ومعطيهم وعد انه ما اكتب عليهم بعد. فرح الزرت هذول الناس ربطا بحديث السيد او بمحاضرة اليوم. اكتشفت انه مكتب يدير البلد الان بشخص وما اخجل اقول اسمه، الدكتور وليد الحلي، يتجول بالغرفة عصبي يقول المصلين عددهم قليل بالعراق. هذا الحديث عام 2007. يا سيدي ماكو بنية بالعراق، ماكو جامعة بالعراق، ماكو مختبرات، ماكو إفادات، ماكو علاقات دولية، ماكو زراعة، ماكو صناعة، ماكو تجارة. أنت هامك من اللي صلى ومن ما صلى. وذكرت له أشياء اليوم أنا أحب أذكرها بمناسبة حديث السيد. المدارس في الديوانية والحلة تعطل قبل عشرة لتدريب الأولاد على الزنجير، شفتهم بعيني مو حد سولف لي. اليوم بالديوانية شكوى من التربية رافعيها وزير التربية اللي يقول بأعلى صوته في قناة الحرة خليل الخزاعي أنا عندي دكتوراه بحب الحسين، مسوي لاغين محاضرات الرياضة والتربية الفنية للحصة الدينية، ومسوين بمكان قيام عاش القائد صدام واسألوا بيها، هاي معلومة مؤكدة. يقولون لهم قيام الأطفال يقومون يصيحون حسين إمامي وخير الإمام. واصل الشكوى ومتعاقب المدرس المشتكي من قبل وزير التربية، عاقب المدرس اللي اشتكى المعلم. ليش يشتكي على هذا النموذج الإسلامي الراقي؟ أن يتم تبديل القاعة الثقافية في جامعة بغداد بالجادرية من قاعة صدام الطاغية إلى قاعة الحكيم. يعني هذا حتى الاسم، تبديل الاسم من جسر أبو الليثين إلى جسر الحسنين وما حد يقول ليش، أو محاولة تغيير اسم أبو نؤاس إلى سفينة النجاة. شارع كان مليء بالبارات وما زال، وما حد يسألهم إذا أنتم جاي تسوون يا هاي هوية بلد، هذا شارع تاريخي، هاي جامعة بغداد. الآن حميد المهاجر يدعو على المنابر لفتح الماجستير والدكتوراه لدراسة اللطميات الحسينية. وما أخفيكم سر الناس اللي كتبت دكتوراه بأقوال القائد صدام الآن بأكاديمية الفنون. أنا طالب ماجستير أكو 3 رسائل إسلامية وما حد قال لهم هذا غلط لأن وقفوا وراهم أحزاب. السيد والأستاذ الأعصم أشار إلى دور المثقفين. المثقفين بعضهم صار يركض. أن أرجع إلى موضوع مهمة اللي قال الأستاذ. حقيقة لم أجد لا في اليهودية ولا في الإسلام ولا في المسيحية دعوة إلى التآخي، بل أجد فيها دعوة إلى التنافر، بل يكاد تاريخ حروب العالم هي تاريخ حروب دينية. أنا كنت في الدنمارك وأشاهد قناة الANN كان يحاضر فيها الدكتور الوائل اللي عنده شيء علاقة ولا قعد. سأله واحد من السويد عجو قال له يصير أسرق من السوبر ماركت؟ الدكتور الوائل رد عليه الرد التالي بعيني شفته وبإذني سمعته: اضمر في نفسك أنك غازي. ألو. قال له اضمر في نفسك أنك غازي ويحق لك السرقة. وبعدين رحت دورته ونبشته شنو مال اضمر في نفسك أنك أنت غازي. وإذا تذكرون هاي الكلمة بالمناسبة لأنه أمريكا أيضا دينية، والبريمر داخل بالقاط بس لابس فسطال، تذكروا هاي الصورة؟ لأن هو محتل ومو مدني. فكانوا يعلمون الناس يقولون روح اسرق الدنمارك واسرق السويد. وما يعني أقول لك أنا شفت مترجم
3/4 الحالات تجينا عراقيين سارقين من السوبر ماركت مصورته، لأن عندهم يعطيهم فتوى بالسرقة، يدرسوه يعالجوه بنظام اجتماعي، نظام الإسكات اللي هو مأخوذ من الزكاة. حتى العاهرة تدفعها. ما كنت تروح تعامل قلت لا تعاملني، أنا أدفع إسكات. هاي ياخذوها يعطوها لكل الفقراء، ويعطوها رواتب للأطفال، حتى الابن الملكة والابن اللاجئ. يجي العراقي والعربي والمسلم يصير إذا بس أربط الموضوع بنهايته. أن الدين يدعو إلى التآخي، هاي كذبة كبيرة. وقضية أخيرة أحب أحكيها بكل وضوح. الشيعة كانوا محاربين عبر التاريخ. 12 إمام كان محرم على السلطات، يحرم أتباعه ويأخذ من الخراج، فلماذا لا يكون الشيعة محاربين؟ والسلطات تعادلهم. سلطة الآن بيد المالك ما يقدر يعطيها، فكيف يعطيها هارون أو المنصور إلى واحد من الأئمة؟ وفي حوار صريح ومشهود في كتب الشيعة محاورة بين المنصور وبين جعفر الصادق، في سجن أنت ما حرضت عليه، هذا اعتراف حقيقي وشكرا.